إدارة ترامب مغربية الصحراء من طرف دولة عندها حق الفيتو في مجلس الأمن، فإن زوال الرئيس ما يهمش، اللي يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية. طبعا هنا ويقعد حق الفيتو سند للمملكة المغربية في حق الشرعي لوحدة ترابها ولسلامة السيادة متاعها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار. المغرب غير بركة توا وقع الإعلان عليه، أنت متفاجئ؟ قلت لي أنا بالنسبة لي مفاجأة، بالنسبة لي فما طرح جديد في المملكة المغربية، مش معناها سلبي، أما الساحة الاستراتيجية، معنى السياسية الاستراتيجية تحولت، فهمت؟ تحولت، وخيارات المملكة المغربية مشات في اتجاه جديد، فهمت؟ هذا المفاجأة، هذه المفاجأة. بقى ما نعتقدش أن كل شيء معناه يائس، ماناشي ماشيين في زقاق استراتيجي. بالنسبة لي التاريخ مفتوح، وبالنسبة لي المغرب الكبير مفتوح، واللي لعب بالنار، فهمت، أحرق المنطقة، لأن في الأصل علاش المغرب قلب الآية، لأنه في حالة حرب منذ 45 سنة، وجرب في الحرب السلاح والرصاص، وجرب المفاوضة، وجرب معناها الوقت، الزمن، معناها أعطى وقت للزمن، واليوم 45 سنة وإحنا في الحرب هذايا. وماذا وقع في العالم بصفة عامة وفي المنطقة بصفة خاصة؟ دفع المغرب إلى الإسراع في قرار مفاجئ. أنا هو الإسراع، إذا كان ضمن مع إدارة ترامب اللي هي زائلة بعد شهر، معناها باش تكون خرجت من الساحة، إذا كان أكد مع إدارة ترامب مغربية الصحراء من طرف دولة عندها حق الفيتو في مجلس الأمن، فإن زوال الرئيس ما يهمش، اللي يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية. طبعا هنا ويقعد حق الفيتو سند للمملكة المغربية في حق الشرعي لوحدة ترابها ولسلامة السيادة متاعها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار، مش كما أصبحت بعد الاستعمار. به سيد أحمد دنيس، في قراءة لموقف الملك محمد السادس قلت هو الوحيد اللي ما بين الحكام العرب اللي مروا بالتجربة هذه أو بهذه الصفقة، وهنا تحكي على التطبيع، وسبقوهما ومشاو وضحوا موقفهم للقيادة الفلسطينية قبل الإعلان عن الموقف. هل ترى أنه هذا حاجة يعني إيجابية يمكن أن تحسب له، نظرا أنه التطبيع حصل والاستياء العربي وصل، دونك هذه حاجة باهية أنك تتبع، أما قبل تمشي تعلم القيادة الفلسطينية؟ يعني الملك محمد السادس كزعيم عربي وبصفته رئيس لجنة القدس باسم منظمة التعاون الإسلامي، أنا هذا معناها تعاملت معاه منذ سنة 1980 لما الكنيسة الإسرائيلية قررت ضم القدس، فإذ ذاك معناها الحسن الثاني تولى رئاسة لجنة القدس باسم المنظمة الإسلامية اللي كانت تحت رئاسة باكستان ذاك، ومنذ ذلك العهد بقي وفيا لمعناها تعهدات. اعتقادي وأن محمد السادس خذا قرار جريء اللي ما كانش منتظر منه كمحمد السادس، لكن بوه الحسن الثاني رمى معناها صلات مع إسرائيل في حربه مع الصحراء. معناها المخابرات الإسرائيلية
ساعدته في مواجهة حرب الصحراء، وهذا أمر تاريخي. واليوم معناها إسرائيل ما طبعش معها من أجل إسرائيل، طبع معها من أجل الحرب. يعني إذا نحطوا القرار هذايا في منطق الحرب على الانفصال اللي قرروه مش صحراويين، قررته الجزائر طبعا. معناها الساحة معناها تتسع إلى ما أبعد من الصحراء الغربية، تتسع إلى الصراع بين المملكة المغربية والجزائر. واعتبر معناها وأن مكسب الولايات المتحدة في قضية مثل هذه أقوى من مكسب واضح. الأمم المتحدة. ومن هنا يجي تبرير البعض من اللي يراو انه التطبيع هذايا اللي صار هو اجابه او نتيجه للضغط واستنزاف الجهود اللي صارت في علاقه بدولتين في المغرب العربي اللي كنا ننتظروا ان يقع توحيده. عنا مده نستنى تو احنا توانسه اليوم نقولوا انه اتحاد المغرب العربي هذايا لو كان باش يصير سيرجع بنفع كبير جدا علينا نحن مثلا توانسه، على الجزائريه، على المغاربه، على الجميع لانه باش تتجمع الثروات وباش تتجمع الطاقات وباش تتجمع الرؤى والاستراتيجيات ونجموا نوليو قوه وازنه. ولكن بعمليه التطبيع اللي صارت هذيا من المغرب الحقيقه الكثير يقولوا انه هذا الحلم تبخر، ما عادش نجموا نحكيوا على اتحاد المغرب العربي. يلزم نفهموا وان الخيار المغاربي ما كسروش الملك، ما كسرتوش المملكة المغربية، كسروه اللي يلعبوا بالنار. شكون شهر الحرب على المغرب؟ مع الجزائر. يعني النظام العسكري الجزائري. شكون منع الجزائر وحط لها ساقها في الركاب واستعادت السيادة متاعها؟ جيرانها المغرب وتونس. لكن الانقلاب متاع الجزائر على تونس وعلى المغرب اللي احنا افتكوا منا مئات الكيلومترات من الصحراء، فهمت، اللي رضخلها حبيب بورقيبه، الحسن الثاني ما رضخش وحقه انه ما يرضخش، شهروا عليه الحرب. واللي اليوم الحرب قائمه، والحرب ماهوش هو وحده معناها شادت فيها، احنا تونس كذلك ضحينا بالصحراء. والهجوم الوحيد اللي نزل علينا بعد الاستعمار هو العدوان على قفصة. يعني حرب ضد تونس وحرب ضد المغرب معنا من طرف النظام العسكري الجزائري. لكن النظام العسكري الجزائري الكلنا نعانيه منه بما فيه الجزائريين، هما اللي حطموه. النظام هذا يتحطم. ولذا المرة الأخيرة اللي تحدثت معكم كنت أملي أن النظام الجديد اللي باش يكون ديمقراطي، لأن الحراك الجزائري استوعب القوة الديمقراطية اللي معنا تعصف بالمنطقة هنا. اعتقادي أن لو النظام الجزائري معناها يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح ففتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد، وإذ ذاك الجزائر تربح، لكن المغرب وتونس يربحوا أكثر، لأننا نخرج من منطق الحرب ومنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة. نحن تونس ما نمنش معنا بالخريطة الاستعمارية، المملكة المغربية ما تمنش بالخريطة الاستعمارية، الجزائر تولات وأنها تأكد وترسخ الخريطة السياسية الاستعمارية في المنطقة. هذا سيد أحمد هذه قراءة معقولة جدا ومحترمة، ولكن البعض ينزلها في منزلة أنه اليوم يمكن أن نبرر التطبيع. ومن هنا جاء التساؤل حول الموقف الرسمي لتونس مرة أخرى. في كل مرة دولة عربية تعمل خطوة نحو التطبيع الناس كل تقوم تقول أين الموقف الرسمي، وبالأساس التساؤل حول موقف رئيس الجمهورية لهنا. علاش ما عطاش موقف من الموضوع؟ وقت نقول تونس وخيار من نوع التطبيع مع إسرائيل، الأمر ما ينحصرش في رئيس الجمهورية.
الأمر النظام السياسي التونسي نظام متكامل بين القمة والقاعدة، ونجم نعمم هذا. فهمت؟ نقول لك القاعدة في المغرب الكبير، في دول المغرب، القاعدة يعني الشعوب في دول المغرب العربي كلها لليوم الغدوة ضد التطبيع. واللي خذا قرار التطبيع خذا قرار مر، لأن كل ما يدخل في حرب قرار مر. لكن الشعوب كلها ضد التطبيع، والشعب التونسي في صدارة الشعوب اللي ضد التطبيع، بحيث النظام السياسي التونسي يملي وأن قرار من هذا القبيل معنى لا يمر. وأنا مؤمن أن رئيس الدولة إضافة إلى التحليل هذا شخصيا لا يمرر قرار من هذا. علاش؟ لأن احنا ما وضعناش نفسنا في تموقع اللي الضغط والفخ متاع إدارة ترامب تنجم تاكل فينا. واضح. ما وضعناش نفسنا في الظرف هذا. واضح. أحمد دنيس، كلامك ديما طبعا يثير برشا جدل. حديثك في علاقة بالجزائر تو قاعدين يخلطوا لي بعض التعليق، يقولوا أنه لماذا اليوم السيد أحمد دنيس باش يحل لنا واجهة على الجزائر تولي هي السبب في أنه الجزائر لزت المغرب للتطبيع. أنت متمسك بموقفك، وأنا نحب نقول أنه هذا معناه ماهوش متوجه للشعب الجزائري، وأنت قلتها توا سيد أحمد، قلت القواعد لا هما الشعب الجزائري هو اللي شعل النار. لا، هي النظام العسكري. النظام العسكري طبعا معناها الجزائريه هما زيدهم ضد التطبيع، هما زاد ضحيه. واضح جدا. سيد احمد فاصل ونرجعوا معك. نهج التريبيونال. قضية اليوم اللي باش تسمعوها في نهج التريبيونال هي قضية رجل دين ولا كل رجال الدين. السيد هذا عامل فيها تعدد الزوجات، ومن ضمن الحريم متاعو يعني زوجاته هما زوز من بناته. الأدهى والأمر أنه السيد اللي نحكيو عليه باباس، وسميناه باباس في عقله، واللي باش يقوم به خلف تعدد الزوجات وسفاح القربة، شيء قشعر البدن. أكثر تفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نهج التريبيونال مع ماضي ساعتين على EFM أحلى راديو. أحلى ضحكة. علاش عروساتنا هك؟ شكونوا أول شيف داكسيون متاع عرس تونس؟ شكونوا المخترع متاع العروسات التوانسة؟ لهنا يلزمنا كراسي بلاستيك تتك عليهم يتكسروا، ولهنا يلزمنا طاوله بلاستيك فيها 4 ساقين يركبوا ويتنحاو تركبوا محل فيهم الطيح، ولهنا يلزمنا نقبه زعما تاع باراسول هي، اما شنو المهمه نتاعها النقبه هذيك؟ تلم الصندر وتلم الفتفات نتاع الخبز. عليه عروساتنا هكا؟ تعرف كي نتخيل عرسي مره اخرى كيف باش يكون؟ نهز مرتي البلديه تصحح نخرجوا نخدم كرهب بون نركبوا تاكسي. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة. أحمد دنيس وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي، نحب نسألك على موضوع سيطرح أمام الأمم المتحدة الجمعة الجاية. نريد بيان من عند مجموعة من المنظمات الحقوقية في تونس تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه ينخرط في حملة وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، اللي هو القرار الذي سيتم إصداره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نهارين اخرين ما بين لو 16 و لو 18 حاسلوا. شنو رايك في الموضوع اليوم في انه تونس تخرج بكل صراحه في الامم المتحده وتقول نحن مع وقف عقوبه الاعدام؟ واللي هو هذا غير منتظر، لانه قيس سعيد لا عليه قيس سعيد بين موقفه وقال لك انا مع الاعدام، هو الوحيد اللي بين موقفه. معناها من رؤساء الجمهوريه التونسيين من الاصل. طيب هو اختار معناها باش ينخرط في المذهب الدغمائي، يعني فما دوغما معناها في الدين في الإسلام يقول وأن القتل بالقتل والعين بالعين. طيب قيس سعيد انخرط في هدايا بحيث مفهومه للحرية الإنسانية، مفهومه للحرية مثقف، عنده سقف. الحرية ما هيش مطلقة، الحرية تقف
وين يحدد لك الدوغما باش تقف. ايوه في معناها عقوبة الإعدام، وفي المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. يعني بالنسبة لي معناها الحق الإنساني والمساواة ما ينجموش معناها يتواصلوا. اي وبناء عليه سيد أحمد، وبناء عليه هل يمكن أن ننتظر أن تونس تنخرط في هذا القرار؟ ضروري أن تونس تنخرط، وإحنا انخرطنا. إيش معناه انخرطنا؟ معناه منذ عام 91 والنقاشات قائمة في الأمم المتحدة حول هذا الموضوع. وبن علي معناها علق تنفيذ عقوبات الإعدام، ما ردها إلا مرة واحدة فيما يخصك المجرم تاع نابل، فهمت؟ علق، وبعد ما انتهت العملية متاع المجرم رجع إلى التعليق متاع هذايا. وسي الباجي قايد السبتي معناها وافق على هذايا، ومعناها ما كانش عنده أغلبية في البرلمان باش يمرر القرار، وتحدثنا فيه أنا وياه شخصيا، ولذا عين لجنة الكوليب باش تكون هي اللي تمرر الموضوع، معناها اللي وقامت بالواجب. وهذاك الرسالة نتاع باجي قايد السبتي اللي لا تزال قائمة، وباش تتحقق مع قيس سعيد أو بعد قيس سعيد، أم باش تتحقق إطلاقا. شكرا لك. لأن هذا أمرنا، وهذا اعتقادنا، وهذا غاية